فترة الجامعة هي الفترة اللي انت بتبني فيها شخصيتك فعليا، والفترة اللي انت بتبتدي تعتمد على نفسك فيها ولو حتى بشكل جزئي، لان انت بتبتدي تكون حر نوعا ما وبتكون مسيطر على 90% من قراراتك. يعني جو المدرسة وجو بابا وماما بقى هم اللي بيحددوا انت بتعمل ايه. النسبة بتاعة تدخل بابا وماما بتبتدي ان هي تقل شوية. الفترة دي هي اخطر فترة في حياتك، والفترة دي هي اللي انت فيها بتبني مستقبلك وبتبني شخصيتك وبتحدد حاجات كتير جدا، هي اللي بتحدد شكل حياتك اللي جاي كله. وفي ملحوظة صغيرة كده حابب اقولها لك، وهي ان كل الكليات زي بعض. انا طبعا حبيت اقول الملحوظة دي لان احنا دلوقتي في فترة دخول كليات، فممكن يكون جات لك كلية انت ما انتش حاببها، ده عادي. يعني كل الكليات زي بعض وكل الكليات ليها شغل وكل الكليات ليها مستقبل. في النهاية ايا كانت الكلية اللي انت فيها ايه، المهم هو شخصيتك وانت كشخص ايه اللي بتملكه من مهارات. بس حبيت اقول لك ان رزقك موجود كده كده، وايا كانت الكليه اللي انت دخلتها، فكل الكليات ليها شغل وكل الكليات ليها مستقبل وكل الكليات ليها مجالاتها اللي تقدر ان انت تبني فيها الكارير بتاعك وتبني فيها مستقبلك كله. ففكره ان انا دخلت كليه انا مش حاببها دي تشيلها من دماغك، لان خلينا نتكلم كده يعني ما بيننا وما بين بعض. انت ما انتش عارف اصلا انت حابب ايه. انت في فتره الثانوي انت ما بتبقاش عارف انت عايز ايه ولا حابب ايه. انت بتردد الكلام اللي بيقوله المجتمع حواليك، او اللي هو بتبقى عايز تحقق حلم بابا وماما. بقى انت شايف ان والله انا لو بقيت في الحته الفلانيه هكون حلو وجميل وحياتي احسن، ولكن فعليا انت ما تعرفش انت عايز ايه. يعني اللي قدامك ده مثلا العبد لله اللي بيكلمك دلوقتي، هو طول حياته شغال في البرمجه وفي الكمبيوتر وفي الحاجات اللي زي دي. كان نفسي ان انا ادخل حاسبات، كان نفسي ان انا ادخل هندسه كمبيوتر. ربنا اراد ان انا دخلت كليه تجاره، وعايز اقول لك ان هي احسن حاجه حصلت لي في حياتي. انا لو رجع بيا الزمن تاني انا هختار كليه تجاره بايدي. فانت ما بتبقاش عارف انت عايز ايه، وما بتبقاش عارف مستقبلك وحياتك اللي جايه كلها هتكون فين. فاحنا هنتكلم النهارده عن 7 حاجات انت لو ما عملتهمش في فتره الكليه هتندم عليها. فيها حاجات انا عملتها وفي حاجات ندمت ان انا ما عملتهاش. فهنتكلم عن 7 نقط، يعني حاول ان انت تعملهم في الكليه، لان دول فعلا هيفرقوا في شكل حياتك اللي جاي كله. واسمع الكلام ده من اخوك الكبير، ويا ريت لو تكتبه عندك عشان ما تنساهوش. اول نقطه وهي تكوين الصداقات. والصداقات هنا انا ما اقصدش بيها الصداقات بتوع الكافيتيريا، لان انت هتلاقي في الجامعه انت في نوعين من الناس. في نوع هو او في 3 انواع. في نوع ما بيروحش خالص، وفي نوع بيروح عشان يخرج هو رايح فسحه، وفي نوع بيروح يحضر ويعني ممكن يقعد شويه في الكافيتيريا مع اصحابه كده. انا عايزك من النوع الثالث، واصحابك تعملهم من المدرج، صحابك تعملهم من المحاضرات. ما تكونش صداقات من الناس اللي بتكون قاعده في الكافيتيريا، لان الناس اللي بتكون قاعده في الكافيتيريا 24 ساعه دي هم غالبا هيكونوا بنسبه 90% هم ناس مش احسن حاجه ليك، يعني مش الناس اللي هتدفعك لقدام فعليا. لان ببساطه انت لو عايز تكون صداقات ناس كويسه، انت الناس الكويسه دي هتلاقيها فين؟ يا اما هتلاقيها بتحضر كورس، يا اما هتلاقيها في جامع، يا اما هتلاقيها في مدرج بتحضر محاضره. دي الناس الكويسه، الناس اللي هي فعلا بتدور على مستقبلها، والناس اللي هي فعلا انت تحب ان انت تصاحبهم واللي هم هيفيدوك فعلا. انت ممكن تحب ان انت تصاحب الناس التانية، ولكن انا بكلمك لمستقبلك ويعني لحياتك. لا، كون صداقات، ولكن صداقات كونها من جوه المدرج. ويعني عايز اقول لك كده في نصيحه صغيره، يعني روح يا صاحبي. بلاش ان انت تقول والله هروح اشتغل او اقعد في البيت او ايا كان. لا، روح الجامعه، عيش التجربه، ويعني استمتع بالرحله. وخلي بالك دي هتكون النقطه ال7، ولكن استمتع بالتجربه كلها، لان انت هتندم عليها بعدين. يعني انا دلوقتي اهو بعد ما اتخرجت، انا متخرج 2018، انا بعد ما اتخرجت بقول رجعوني يوم حتى هناك. فانت هتندم على ده بعدين. فروح وقضي وقت كتير في الجامعه، لانك هتفتقد الايام دي. تاني نقطة بقى، ودي أهم نقطة فعليا، وهي إن أنت تطور نفسك خارج المنهج وخارج المحاضرات وخارج الجامعة. بمعنى إن أنت مجالك وليكن مجال دراستك مثلا تجارة، أنت دلوقتي دخلت كلية تجارة، ما يمنعش ان انت تتعلم حاجات في الجرافيك، تتعلم حاجات في البرمجه، تتعلم ايا كان. المهم ان انت ما تبقاش دماغك كلها وحياتك ومذاكرتك هي في مجال الجامعه بس. لان خلي بالك انت ممكن تكتشف بعدين لما تتخرج ان مستقبلك والفلوس الحقيقيه اللي انت هتعملها هي ممكن تكون من الحاجه التانية اللي انت اتعلمتها بجانب دراستك. فما تقولش ان والله انا هركز في دراستي، انا هذاكر بس المنهج. ما تعملش كده. لا، ابدا ان انت ذاكر حاجات تانية بره عن المنهج ده خالص. لان خلي بالك انت اي حاجه بتضيفها لنفسك، اي كورس بتاخده، اي حاجه بتتعلمها، هي في النهايه هتخدم على مستقبلك. هي مجرد سلاح بقى معاك. المهارات اللي بتتعلمها دي هي بتكون اسلحه معاك انت بتقدر تستخدمها بعدين، بحيث ان انت والله جات لك فرصه شغل هنا موجود، جات لك فرصه شغل هنا موجود، انت ما بتعطلش.
فدايما اخرج من فكره ان انا لازم اذاكر في المنهج بس. انا ما بقولكش ما تذاكرش المنهج بتاعك، ذاكر مجال دراستك، ولكن ما تقفلش على نفسك فيه. لا، شوف مجالات تانية وتعلم مجالات تانية وخد كورسات في حاجات كتير. تالت نقطة، وهي ممكن تكون شبه شوية النقطة اللي فاتت، ولكن هي مرتبطة بهواياتك والحاجات اللي انت بتحبها، وهي ان انت تكتشف شغفك. فترة الجامعة هي الفترة اللي مش مطلوب منك ان انت تشتغل، هي فترة ما بيكونش عليك مسؤوليات كبيرة، فالفترة دي هي الفترة المناسبة ان انت تستكشف شغفك. ابتدي دور انت بتحب ايه وبتكره ايه، ابتدي دور انت هواياتك ايه، شوف انت ايه ممكن تحب تتعلمه لنفسك، شوف الرياضة اللي انت نفسك تعملها، شوف اي حاجة انت نفسك تعملها وابتدي اعملها وانت في فترة الجامعة. لان خلي بالك انت ممكن شغفك ده بعدين يتحول برضو المستقبل ويتحول لشغل. يعني زي برضو العبد لله اللي بيكلمك وهو شغفه كان في المونتاج والجرافيك والحاجات اللي زي دي. انا دلوقتي جزء من شغلي انا شغال في المونتاج، فوارد يكون شغفك يكون هو في نفس الوقت الحاجة اللي انت بتتعلمها بجانب الدراسة بتاعتك، ووارد يكون في النهاية ده شغلك، فانت ما تعرفش. فابتدي ان انت دور على شغفك، ابتدي ان انت اتعلم وخد كورسات في الحاجات اللي انت بتحبها، حتى لو هي مش مفيدة وحتى لو هي ملهاش علاقة بشغل. يعني اتعلم الحاجات اللي انت بتحبها بغض النظر عن انت هتستخدمها في ايه. الفترة دي هي الفترة المناسبة ان انت تعمل ده، ويعني اعمل ده وهتشكرني بعدين. حتى لو انت شايف انه ملوش لازمة اعمله وهتشكرني بعدين. رابع نقطة، وهي استغل الحرية اللي انت هتكون فيها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت ممكن تبتدي بقى تسافر مثلا محافظات تانية، تبتدي تستكشف اماكن جديدة، تبتدي بقى ان انت ايه تنطلق كده شوية، لان الحرية دي مش هتدوم كتير. انت بعد ما هتتخرج هتبتدي بقى يبقى عندك بيت، يعني ان شاء الله كده تتجوز ويبقى عندك اسرة وتبتدي بقى انت مطحون بقى في الشغل ومطحون ما بين الولاد والبيت والكلام اللي زي ده، فمش هيكون عندك الحرية اللي انت عايش فيها دلوقتي. فعايزك تستمتع بحريتك دي وابتدي ان انت يعني اعمل كل اللي نفسك فيه، لان وارد قدام ما تعرفش تعمل الكلام ده، فاستمتع بالحرية بتاعتك. رقم 5، ابني سيرة ذاتية او CV في المجال بتاعك. بمعنى ان انت ما تستناش ان انت تخلص دراسة عشان تبتدي تاخد كورسات في مجالك. انا هنا بكلمك عن مجالك بقى، لا انت ابدأ خد كورسات وخد دورات زيادة عن المنهج بتاعك بحيث ان انت تبني CV محترم. اي حاجة تقدر ان انت تقوي بيها الCV بتاعك وانت لسه في الجامعة اعملها. وعايز اقولك ان الفترة دي انت لو قعدت تدور انت هتلاقي منح كتير وهتلاقي كورسات كتير مجانية وهتلاقي حاجات كتير ممكن تعملها تضيف للCV بتاعك، فاعمل ده. ويعني عارف اللي هو حتى الحاجات البسيطة اللي انت ممكن تستتفهها لا اعملها. كل حاجة هتعملها هتضيف للCV بتاعك هي هتفيدك بعدين. لان خلي بالك كلمة ان احنا مش لاقيين شغل وان الناس بتتخرج بتقعد على القهوة والكلام الغريب اللي احنا بنسمعه وبنقوله، انا عايز اقولك لا، الكلام ده مش حقيقي. الشغل كتير جدا، ولكن احنا اللي مش مؤهلين كفاية، احنا اللي مش كواليفايد كفاية. ده ليه؟ لان كلنا بندخل الجامعة وانت بتذاكر المنهج تقضي خروج وفسح ومش عارف ايه وتخرج زي ما دخلت. فهنا انا دلوقتي كشركة او كأي مؤسسة هتشتغل فيها هشغلك ليه؟ ما هو انت ايه الميزة اللي فيك اللي هتخليني اشغلك وادفع لك مرتب؟ ما هو زيك زي غيرك. طب مين بقى اللي بيشتغل فعليا وبيلاقي شغل وبالمرتب اللي يعجبه؟ اللي عامل CV محترم واللي عامله وهو طالب. انت مش لسه هتستنى لما تتخرج وتبتدي تدرس وتاخد كورسات، لا خلص ده وانت في الكليه. ما احنا اتفقنا بقى انت عندك وقت وعندك حريه والدنيا حلوه. وعايز اقول لك ان حتى لو انت كليتك ضغطاك في المذاكره فانت برضو عندك وقت. انت ما تعرفش بعد كده هتبقى عامل ازاي، يعني انت حرفيا بعد كده انت يعني هتدخل الخلاط انت هتطحن. فلو انت بيتهيأ لك ان انت في الكليه انت مطحون، فانا عايز اقول لك ان اللي انت عايش فيه ده انت هتعيش اضعافه بعد ما تتخرج. اوكي. فانت في الكليه بيكون عندك وقت حتى لو انت مطحون. فعايزك تعمل CV محترم عشان لما تتخرج تلاقي شغل كويس. وهنبقى نتكلم في موضوع الشغل ده بعد ما يعني في فيديو تاني. خلينا نتكلم في موضوع الشغل ده لان هو موضوع مهم، ويعني ممكن الفيديو اللي جاي ده يغير لك وجهة نظرك في حاجات كتير، وممكن يخليك ان انت تخلق فرصة شغل اصلا وانت في الجامعة. فيعني خلي الموضوع ده نعمله في فيديو منفصل، ولكن اللي عايز اقوله لك اعمل CV محترم وانت في الكلية. رقم 6، حافظ على صحتك. انا عايزك تبتدي تروح الجيم، ودي حاجة انا يعني ندمت عليها لان انا كنت يعني عارف اللي هو ايه،
يعني بتدلع، خليني اقولها بتدلع. يعني هي في كلمة تانية بس ما يصحش، فخليني اقول كنت بتدلع. الواحد لو كان يعني مدرك ان هو هيبقى مشغول بعد كده بالشكل اللي هو فيه، ان هو هيبقى صحيا الواحد لسه شباب وعنده 29 سنة ولا 30 سنة، ولكن انت بتلاقي ان انت طاقتك بتكون اعلى بكتير وانت عندك 20 سنة مثلا. فابتدي انزل الجيم. يعني الواحد لو كان مدرك ده كان نزل الجيم من بدري. ابتدي انزل الجيم، ابتدي العب اي رياضه تحافظ بيها على صحتك. ومش هقول لك بقى ابعد عن التدخين والحاجات اللي زي دي، انت يعني عارف الكلام ده مش محتاج ان انا اقوله لك، ولكن اهتم بصحتك وخلي بالك من الاكل اللي انت بتاكله، لان غالبا في فتره الجامعه انت اكلك كله هيكون من بره، معظم وقتك انت بتكون بره، فانت هتاكل من بره. فخلي بالك من الموضوع ده، حاول تعمل اكلك في البيت وتاكله بره عادي، ولكن خلي بالك من اكلك، لان دي اكتر حاجه هتدمر صحتك، ودي اكتر حاجه فعليا انت هتحس بتاثيرها بعد كده. خلي بالك من اكلك، انزل الجيم، العب رياضه، اهتم بصحتك، لان هي دي فعلا يعني من الحاجات الخطيره اللي انت هتندم عليها قدام. 7 نقطة واخر نقطة، وهي استمتع بالرحلة. يعني زي ما قلت لك كده، انت الفتره بتاعت الجامعه بتاعتك هي مش هتتكرر كتير. الفتره دي هي فتره بتكون انت حر فيها، عندك وقت تقدر تعمل اللي نفسك فيه، كلك طاقه، الدنيا مفتوحه قدامك. فعايزك تستمتع بالرحله كلها، ما تقفلش نفسك في الدراسه بس، وفي نفس الوقت يعني حافظ على مستقبلك. يعني ما تقفلش نفسك قوي في حته المذاكره، ذاكر وخد كورسات في حاجات تانية بره عن مجالك، اكتشف شغفك، سافر وروح حتت، اخرج، اعمل اللي انت عايزه، لان زي ما بقولك الوقت ده انت مش هتلاقيه بعدين. الوقت ده حتى لو انت يتهيأ لك ان انت مضغوط في مذاكرة، انا عايز اقولك ان الطلبة اللي بيقولوا ان هم مضغوطين في مذاكرة حتى وهم مضغوطين، انا دلوقتي بشوفهم اللي هو لا يا جماعة، انتوا فاضيين فعليا، انتوا فاضيين. انت هتكتشف ان انت فعلا مضغوط بعد ما تتخرج. فمهما كنت مضغوط عايزك تستمتع بالرحله، واعرف ان انت مهما كنت مضغوط انت لو عايز توفر وقت الحاجه هتوفر. فدول كانوا 7 نقط، يعني انت هتندم عليهم لو ما عملتهمش. اتمنى يكون الفيديو فادك. ما تنساش بقى ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، سيب لي كومنت كده قول لي ايه اكتر نقطه من النقط دي حاسس ان هي مهمه فعلا، وان هي يعني انت لو عملتها هتفيدك كتير. انا مستني اسمع رايك. ما تنساش ان انت تشترك في القناه. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.